اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا في اولى فقرات برنامجنا الحواريه من برنامجكم اللون الاخضر. مفيش اهم انك انت تكون مهتم من خلال منبر اللون الاخضر بكل القضايا اللي بتخص اخواننا الفلاحين والمزارعين، حتى نستطيع ان نكون همزه الوصل ما بينهم وبين الساده المسؤولين زي ما قلت لحضراتكم. وجميل جدا ان احنا نتعرف برضو على شكواهم، اي هناك يعني مقترحات او اي حلول لبعض المشاكل. مهم جدا ان احنا ننقلها كمان للساده المسؤولين حتى يستطيعوا ان يضعوها عين الاعتبار حتى ننهض سويا بقطاع الزراعه. النهارده مشرفينا مجموعه من المزارعين، هنحاول نفتح الكثير من القضايا الهامه واللي بتخص كل فلاح ومزارع مصري، ونحاول مع بعض نطرح كل الافكار البناءه اللي بتصب في مصلحه كل اخواننا الفلاحين والمزارعين. خلينا ارحب بضيوفي اللي مشرفين النهارده، والضيف الاول هو الحاج كرم عبد ربه من قريه القطه بالجيزه. اهلا بيك يا فندم وتحياتي لحضرتك. وضيف الثاني الحاج عز الدين الحريري من قريه ام دينار بمحافظه الجيزه ايضا. اهلا بيك يا فندم وتحياتي لحضرتك. والاستاذ حماده منصور امين عام نقابه الفلاحين بمركز الواحات البحريه بالجيزه. اهلا بيك يا استاذ حماده وتحياتي لحضرتك. شرفنا ومنورنا يعني في بيتكم برنامج الاخضر وقناه مصر الزراعيه. الله يخليك. حاج كرم، ابدا من عندك، ويمكن اعتقد يعني الشغل الشاغل دلوقتي لقطاع الزراعه هو مشروع المليون فدان. انت كمزارع رؤيتك ايه لهذا المشروع وايه اللي هيعود عليه ان شاء الله على قطاع الزراعه بشكل عام؟ ان شاء الله هيعود على فلاح مصر الاول ان شاء الله، لان احنا عندنا يمكن في فلاح بسيط بيبقى عنده قراط او اثنين او ثلاثه او بالاكثر نص فدان او فدانه، فهو مهما بيزرع فيه ما بيجيبلوش التكلفه بتاعته. فطبعا لما بيبقى فيه توسيع بالنسبه للاراضي او مشروع المليون فدان ده هينمي الفلاح شويه وهيخليه هيستفاد ان شاء الله منه يعني. تمام. فاحنا بنقول ربنا يسهلها يعني ونشوف خير في مصر اكتر من كده. طيب حاج عز الدين، اعتقد يعني من ابرز المشاكل اللي بتواجه اخواننا الفلاحين المزارعين قله فرص العمل، يعني تقلص المساحات الزراعيه اللي هم بيمتلكوها. انت شايف مشروع المليون فدان ده هيكون ان شاء الله قادر على توفير فرص العمل المناسبه لاخواننا الفلاحين المزارعين، وان احنا يعني هيكون في هناك الكثير من الاراضي اللي ممكن يملكوها ليه بعد كده للفلاحين المزارعين وايضا للشباب الخريجين حتى يستطيعوا يعني ايجاد فرص عمل يعني في قطاع الزراعه؟ اكيد طبعا، لان طبعا الزراعه المليون فدان لما بيجي يتقسموا مثلا على الفلاحين بحيازات كبيره، بيقدر الفلاح ياخد حريته في الزراعه، بيقدر ينتج، الانتاجيه بتاعته بتبقى زياده ماشي. فرص العمل بتقل بعض الشيء، فرص العمل بتزيد، البطاله بتقل طبيعي ماشي، بحكم ان المليون فدان او استزراع الاراضي الزراعيه اكتر. عندنا مثلا ظهير صحراوي لو استغلناه صح في المنطقه الريفيه اللي عندنا في مركز منشيه القناطر، والفلاحين خدوا نسبه ماشي من الاراضي دي واستغلوها صح، بدل ما الحيازه بتاعته بسيطه قراطين وثلاثه واربعه، لا ممكن يكون مثلا 5 فدادين يقدر يشتغل منها وتبقى مصدر رزق ليه كويس. تمام. طب استاذ حماده، بما انك يعني الامين العام لنقابه الفلاحين بمركز الواحات البحريه بمحافظه الجيزه، يعني ايه اللي بقى يعني حال الفلاح، ايه اخباره، ايه الشكاوي اللي بتجي لكم؟ يعني الحمد لله بعد المجهودات اللي بتقوم بها الحكومه دلوقتي، واعتقد الحمد لله بتصب في مصلحه الفلاح وهمها الاول والاخير الفلاح المصري، ادراكا طبعا من الدوله والمجتمع ان اصل الحياه هي الزراعه، طبعا والقائم على الزراعه هو الفلاح. أيوة. ايه بقى وضع الفلاح عندكم في محافظه الجيزه؟ عندنا طبعا وضع الفلاح في محافظه الجيزه وخاصه في الواحات البحريه. في بعض المشاكل اللي هي بتواجه الفلاح عندنا لمركز الواحات البحريه. جميل. معروف ان الواحات البحريه فيها اكثر من 2 مليون شجره نخيل. ما شاء الله. واشجار نخيل الواحات البحريه هو البلح الوحيد اللي بيصدر للخارج. تمام. يعني بيجيب العمله الصعبه. داخلين على شهر رمضان، ايه اخبار البلح دلوقتي؟ اكيد طبعا. تمام. فالمشكله اللي بتواجههم اول حاجه سوسه النخيل. يعني بدات من كام سنه بتنتشر عندنا سوسه النخيل. وطبعا سوسه النخيل بتهدد كل فلاحين الواحات، حتى في البعض بيغير اللي هو البرنامج من زراعه النخيل لاشجار ثانيه. جميل. فيعني نامل من سياده الوزير ان هو يكون برنامج مكافحه شامل لكل جميل. اشجار نخيل الواحات البحريه. طيب خليني قبل ما تكمل اسال حضرتك، هل انت بتتابع البرامج عندنا في قناه مصر الزراعيه؟ كان عندنا فقره الخميس اللي فات مطوله حوالي ساعه ونص عن موضوع سوسه النخيل. أيوه. واسباب دخولها لمصر. يعني اوجه الاستفاده، يعني رد فعل من اخواننا الفلاحين بعد ما شافوا طرق المكافحه وحاجات بسيطه جدا ممكن يعملوها من خلال يتغلبوا على يعني هذه السوسه. وكمان في جهاز دلوقتي متوفر ان شاء الله باذن الله يكون في الفتره القادمه متوفر في الجمعيات، اللي هو الجهاز بتاع الخاص بكشف سوسه النخيل. أيوة. يعني في برضه يعني رد الفعل ايه نظام عندكم؟ الفلاحين دلوقتي اصبح ان هم عندهم الطرق ان هم يتعلموا ازاي ان هو يعالجوا. جميل. لكن المشكله في المبيد نفسه، ارتفاع اسعار مبيدات سوس النخيل.
فدي اللي بتخلي عدد من الفلاحين ما بيقدرش ان هو يجيب الاعداد دي. تمام. اي نعم، وزاره الزراعه بدات في الاونه الاخيره طبعا بمجهودات حضراتكم والنقابه ان هي بتبعت مبيدات بنصف الثمن، بس العدد اللي بتبعته مش كافي، لان عدد النخيل في الواحات البحريه عدد طبعا يفوق الكثير. تمام. فيعني ان احنا نتمنى ان هو يزيد من عدد اللي هي المبيدات في سوس النخيل عشان يقدر كل فلاح ان هو يكافح هذه السوسه وان احنا نقضي عليها ان شاء الله تماما. جميل. حاج كرم، يمكن من اكتر حاجه اللي كانت بتسبب بعض المعاناه لاخواننا الفلاحين هي مستلزمات الزراعه. كان في بعض الاوقات اللي بيبقى فيها شويه نقص من المواد البتروليه، دلوقتي بعد تطبيق منظومه الكارت الذكي اوجه الاستفاده عليكم وانتم كمزارعين ايه؟ هو منظومه الكارت الذكي مش وحشه، بس تطبق زي ما بيقولوا بالبلدي كده بحذافيرها. اللي هو ايه؟ عندنا طبعا بالنسبه للاراضي الزراعيه طبعا دي يستلزم عشان تخش البنزيمه لازم يقول لك اديني بطاقه الحيازه. تمام. يسلمك الكميه بتاعتك او يديك الحاجه اللي هي هتشغل الارض اللي انت بتمتلكها. تمتلكها. تمام. غير كده تقول له لا، يقول لك ما عنديش، انا ممكن اتحبس فيها. ماشي اوكي. ده حق. حقه طبعا، ما فيش مشكله، قانون. بس احنا لنا تمام. حق برضه. خلينا انا دلوقتي عندي ارض حكومه ومش مملكه وبزرعها برضه. ايه الحل فيها؟ اعمل ايه؟ مفيش بعض المواد اللي بتنص ان هو في استثناءات مفيش. او اي نوع من لا مفيش. بتاع البنزيمه ما يعرفش كده. ممكن يكون القانون ده هنا فعلا في وزاره الزراعه، لكن ما وصلش للي هو اللي شغال في محطه بنزين يعني او كده. حضرتك شايف ان محتاج شويه دعايه، شويه يعني اعلام بهذا الموضوع. تمام. ففي حضرتك حاجات برضو ايه بسيطه منسيه. احنا عندنا يعني يخش في حوالي 1 مليون او 2 مليون عامل باليوميه شغالين بآلات زراعيه وبتشتغل برضو بالمواد البتروليه اللي هو البنزين. معايا يا فندم؟ اللي هو بيشتغل بالمواد البتروليه اللي هو البنزين. في ماكينات اللي هو يعني في واحد باليوميه بيطلع يشتغل يوم ب 50 جنيه وب 100 جنيه يرش للاخوه الفلاحين برضه. الموتور اللي بيتشال على الظهر ده شغال ببنزين. ده المنظومه بتاعته هتبقى فين؟ في وزاره الزراعه ولا في وزاره الصناعه ولا في وزاره القوى العامله؟ هياخد الكارت الذكي بتاعه ازاي؟ لان الشغل اليوميه اللي هو بيطلعه ده فاتح بيت كامل. احنا عايزين نوصل للمسؤول. وانا اعرف اللي هو منظومه الكارت الذكي الخاصه يعني باصحاب العربيات، بتدخل على النت بس تكتب منظومه الكارت الذكي، بتحط البيانات بتاعتك، بيجي لك في اقرب وقت وفي المكان اللي انت بتحدده. طب ده العربيه يا فندم. تمام. انا عندكم بقى انتوا بتعملوا ايه بقى؟ احنا ما بنعملش. احنا لسه مشكله حاصله من حوالي اسبوع بالظبط، ان واحد داخل ياخد شويه بنزين من البنزيمه بقول له ما ينفعش، وراجل شغال باليوميه فاتح بيت شغال باليوميه. قال له انا ما عنديش النظام بتاعك ده، ان انت شغال بموتور رش بترش للاخوه المزارعين عندك. انا مش ذنبي، انا زميلي من 4 ايام ادى الواحد زي حالتك راح النيابه. طب ده هيموت. قال له يا ابني طب انا بيتي هينخرب، انا عندي ولاد عاوزه تاكل. نتمنى يا رب ان يكون من الجهات المعنيه نظره لهذه المشكله، انها طبعا موضوع مهم جدا. احنا بنحترم القانون وبنحترم كل القرارات، ولكن برضه هناك بعض يعني الثغرات اللي المفروض يكون في حلول ليها في اقرب وقت ممكن. نتمنى يا رب ان شاء الله صوت حضرتك يوصل ويتم التغلب على هذه الجزئيه. حاج عز الدين، ايه اخبار بقى يعني الصرف الصحي عندكم تحديدا مصرف الهراوي؟ يعني الحمد لله دلوقتي الامور تمام؟ هو بصراحة مصرف الرهاوي مؤثر على الدنيا بحالها كلها بصراحة. يعني عندك مصرف الرهاوي بيضم قرية أم دينار، كفر حجازي. طبعا الصرف بيصب أساسا في النيل. ماشي. أم دينار موجود فيها محطة الصرف الصحي بالفعل، لم تدرج حتى الآن في الصرف الصحي. تم تدخيل الشبكة، داخل تدخيل الشبكة لدى القرى زي كفر حجازي، الرهاوي، الأخصاص، المناشد، في المناطق المجاورة كلها ما عدا قرية أم دينار. يعني هي قرية أم دينار فقط اللي لسه ما دخلهاش في موضوع الإصلاحات. هو ما دخلش الشبكة عامة لسه. الشبكة ما دخلتش. الشبكة ما دخلتش، لكن المحطة موجودة في القرية نفسها. على بعد 200 متر. طب حضراتكم على علم بالمشروع اللي هو تقريبا يعني كثير من الملايين تحديدا لاصلاح هذه المصارف عندكم في هو بعد قناه مصر الزراعيه ما نزلت وعملت تقرير برضه في برنامج اللون الاخضر مع الاستاذ محمد توكي، بصراحه جابت نتيجه لا احد يتخيلها. احنا من 30 سنه من ابهاتنا كانت بتتكلم في الموضوع ده واحنا انا شفت التقرير فعلا. واحنا ايوه. فمن بعديها بسم الله ما شاء الله يعني ان شاء الله ايه في خير باذن الله وفي استجابه من المسؤولين. طب الحمد لله. فالحمد لله يعني احنا في عهد برضه ايه، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الراجل البسيط اللي زينا واللي حاسس بينا. طب هل في خطوات فعليه دلوقتي حاج عز الدين بدات تطبق عندكم؟ حاليا احنا قمنا بانشاء او بتاسيس ائتلاف اسمه ائتلاف شباب مركز منشيه القناطر. جميل. ده مسؤول يعتبر من كل قريه
ماشي، بيختص بمشاكل القريه نفسها. جميل. ماشي. رحنا قابلنا نائبه المحافظ ورئيس مجلس مدينه منشيه القناطر. تمام. ادينا لهم المشاكل وهموم كل قريه. حلو. على اساس ان هم يدونا مواعيد تنفيذيه، واحنا بنراقب معاهم على الشغل وعلى التنفيذ. ماشي. لحد دلوقتي ما ادانوش رد. جه مثلا عندك قال لك نائبه المحافظ قالت الجيش هيمسك 3 قرى 3 قرى. تمام. معروف ان منار قريه افقر قريه على مستوى الجيزه. 700 قريه على مستوى مصر. ماشي. دي تبع مركز القطه ولا؟ لا، تبع مركز منشيه القناطر. منشيه القناطر. ماشي. ومدنار معدومه انعدام تام من جميع الخدمات. ماشي. قريه مهمشه لم يزورها اي مسؤول منذ 40 عام. مفيش مسؤول بينزل لها. مفيش اي خطوات ايجابيه. محتاجين مدرسه ابتدائي. ماشي. محتاجين الصرف يخش بلدنا. تمام. عندنا مجمع خدمات المفروض يبقى فيه اللي هو الشهر العقاري والسجل التجاري، مجمع خدمات للاهالي. ماشي. بدل ما بنروح مثلا امبابه او المناشي، لا، ما المفروض يبقى عندنا، هيضم بعض القرى، هيضم عندنا كفر حجازي والرها وعزبه ربيع والقطه والحتت ديت، هيبقى فيه السجل التجاري موجود. المبنى موجود بالفعل. المبنى موجود بالفعل. خاطبنا نائب رئيس مجلس مدينه منشيه القناطر من قيمه حوالي 3 ايام. تمام. خاطب المجلس المحلي واداله تقرير على ذلك. لسه ما نعرفش ايه التقرير بالظبط هيوصل لحد ايه. طيب خلينا اطمن حضرتك انك انت تعلم طبعا كل المزارعين وكل يعني اهالينا في القرى ان هناك مشروع لتطوير الكثير من القرى المصريه، وان شاء الله يعني المركز بتاعكم وقريه ام دينار داخله في الخطه. حضرتك قلت دلوقتي بنفسك ان شاء الله في مشروعات مقترحه من الجيش، والجيش هيقوم بتنفيذ يعني 3 قرى وطبعا بالتعاون مع محافظ الجيزه. نتمنى ان شاء الله باذن الله محافظ الجيزه يكون استجابه سريعه لطلب حضراتكم. الحقيقه انا ببقى سعيد جدا لما يكون في حرص من قبل اهالي القريه لتشكيل بعض الائتلافات او تشكيل مجموعه كده منظومه معينه من الشباب لنقل نبض القريه دي للساده المسؤولين. انا بحييكم، بتمنى لكم يا رب ان شاء الله مزيد من الثمرات ان شاء الله، من خاصه من هذا التعاون المثمر ما بين شباب هذه القريه. طيب استاذ حماده، خلينا نتكلم مع حضرتك في الشأن العام عندكم في محافظه الجيزه والنقابه العامه. ايه اللي انتم بتقدموه الخدمات من خلال المزارعين؟ ازاي بتحاولوا تنقلوا الشكاوى بتاعتهم، النبض بتاع الفلاح عندكم، يعني بتحاولوا تتعاملوا معاه ازاي؟ عندنا طبعا احنا يوميا وخاصه عندنا في مركز الواحات البحريه بنلف على الفلاحين. تمام. بنشوف ايه المشاكل اللي هي بتواجههم، ايه الحاجات اللي بتطر عليهم. طبعا عندنا من المشاكل برضو اللي هو موضوع الحيازه الزراعيه، ولسه حضرتك بتتكلم اللي هو تطبيق الكارت الذكي. جميل. الواحات البحريه فيها اراضي بنقول عليها داخل الزمام وخارج الزمام. تمام. داخل الزمام اي عندنا 29,000 فدان، دول اسمهم داخل الزمام. داخل الزمام يعني بتشرف عليهم وزاره الري من خلال ري هذه الارض. تمام. بالمجان. على وزاره الري بتحفر الابار الجوفيه على اعماق طبعا بيتعدى 1000 و1200 متر، وبتشرب بيها الارض بالمجان لكل الفلاحين. تمام. طيب ال 29,000 فدان المحيز منهم 8000 فدان فقط. يبقى اصبح عندي 21,000 فدان بيشرب من خلال وزاره الري وملوش اي حيازه زراعيه. المشكله اللي بتواجههم في موضوع الاسمده. الاسمده بتوزع على الحيازه الزراعيه. اخر حيازه زراعيه اتعملت عندنا في الواحات البحريه كان تقريبا 1962. ومن بعد 1962 مفيش الهيئه ولا المساحه جت عشان خاطر طبعا ايه ان موضوع الاراضي ان هي اتوسعت. تمام. فدي مشكله بتواجه عندنا الفلاحين، يعني حتى ال 29,000 فدان دول يكونوا محيزين لان هم داخل الزمام. وليس وفي اراضي طبعا ثانيه خارج الايه الزمام، فاصبح الاسمده اللي بتيجي ما بتكفيش. تمام. يعني بتيجي للثلث الارض بس. طب والثلثين التانيين الفلاح مش عارف يروح فين. الكارت الذكي برضو للبنزين والسولار، في ناس طبعا بتستخدم اللي هي المعدات والحاجات دي كلها. طب هيصرف منين اذا كان ما فيش الحياه الزراعيه 8000 فدان بس؟ طب ال 21,000 فدان الناس هتصرف لهم الوقود منين؟ فدي مشكله احنا نرجو من الساده المسؤولين ان هم يكون ليهم نظره وتقنين هذه الارض، لان معظم اراضي الواحات البحريه ايضا غير مقننه. تمام. الارض بتتوارث ابا عن جد منذ مئات السنين ولحد الان معظمها غير مقننه. تمام. فدي مشكله بتواجهنا. يا ريت اللي هم حتى 29,000 فدان دول
يتم ليهم عمل حيازه زراعيه عشان يعرف ياخد الاسمده، وفي نفس الوقت يدفع الضريبه للدوله، وبيقول انا مستعد ادفع الضريبه للدوله. تواصلت مع حد يا فندم لنقل الموضوع ده وان شاء الله؟ تواصلنا طبعا مع السيد وكيل وزاره الزراعه بالجيزه، تمام. ومع النقيب المحافظه. قال لكم ايه بقى؟ والله وكيل وزاره الزراعه بالجيزه قال احنا هنقدم اللي هو الطلبات بتاعتنا وكده للمسؤولين، للسيد وزير الزراعه وهيئه المساحه. فاحنا بنطالب بيكون في لابد في مكتب مساحه داخل الواحات البحريه. جميل. عشان يقدر ان هو يفصل الزمام المناطق عن بعضها، فلازم مكتب مساحه عشان يقدر ان هو يحصي هذه الاراضي الموجوده. فنامل ان احنا يكون إن شاء عندنا الله ان شاء بإذن الله الله. يعني مكتب مساحه عشان تقدر الناس تتملك حتى ارضها في المستقبل ان شاء الله. باذن الله تعالى. ان شاء الله. حكرم، يمكن من اكتر المعوقات اللي بتواجه اخواننا المزارعين موضوع العماله ده، تلاقيه هو بيصرف على الفدان بتاعه قد كده وتلاقي الارباح بتاعته ما بتكفيش موضوع العماله، يعني انت ايه نظام العماله عندكم؟ وحاولتوا تتغاضوا على الموضوع ده وتحلوا المشكله دي ولا لا؟ هي عامه المشكله دي ملهاش حل، لان انا حتى ليه لو بس حلينا كده؟ كل المشكله حاجة فيها حل، خليك متفائل. لا هي ملهاش حل لسبب، لان احنا عايزين حمادة نشغل وبيضحك العماله. الراجل بيقول لا عنده يا حل. فندم، لا احنا عايزين نشغل العماله عندنا. احنا عايزين نشغلها، مش عايزين نقعدهم في بيوتهم. طب هياكلوا هم هيبقوا عالة على الدوله، واحنا مش عايزين نبقى عالة على المسؤول. تمام. المسؤول كفايه اللي هو فيه يعني. تمام. ماشي. بس احنا في، انا عاوز بس اتكلم في حاجه حضرتك عن مصرف الرهوه، حته بس على الاول. طيب اتفضل. ماشي حضرتك، احنا عندنا مصرف الرهوه بيضر محافظه الجيزه، محافظه المنوفيه من اليمه الثانيه، ماشي، محافظه الغربيه ومحافظه البحيره واسكندريه في الاخر. معايا حضرتك؟ طبعا المبلغ اللي هو نزل لتغيير مسار المصرف بتاع الرهاوي، عايز بس اوجه كلمه للدكتور صلاح هلال. يا دكتور، استخدم ميه الصرف ديت في 50 فدان، 50,000 فدان او 100,000 فدان، ان احنا نعمل غابه خشبيه. احنا بنستورد اخشاب كل سنه لا يقل عن حوالي 1.5 مليار تمام. من الدول الخارجيه. احنا نجيب الشتلات ونزرعها، لان احنا استحاله ان احنا هننقي المياه بتاع الصرف ونستخدمها للزراعه، هتضرنا برضه. تمام. لان فيها مواد لا تتخيلها. فاحنا لما نستخدمها في الاخشاب مش هتضرنا في اي شيء، بل ان هي هتفيد الدوله ومش هتخلينا نستورد الاخشاب من بره. طيب دي حاجه. تمام. نكمل بقى موضوع العماله. موضوع العماله عندنا هو شغال كويس. احنا مش عايزين يعني ايه نخش في موال العماله، يعني شوف لنا حاجه تانية بصراحه. يعني لا، اصل احنا مش هنتكلم في طب العماله. ايه المقترحات احنا عاوزين نساعدهم عشان مقترحاتك يشتغلوا. انت كمزارع يعني عشان نتغاضى على المشكله او نحلها بشكل عام؟ اكيد نحلها. بيبقى عندك مقترحات وافكار لحل الموضوع. يبقى وزاره الزراعه تشوف اللي ما عندوش اراضي ولا يمتلك اي اراضي، حتى لو هتديله فدان او نص فدان يشتغل فيه. تمام. بس. ممكن ده يكون ضمن مشروع مليون فدان مثلا. يا ريت يا طيب. ريت. حاج عايزين خلينا نسال حضرتك برضو بصراحه، يعني تقييمك لاداء وزاره الزراعه في الفتره الاخيره يعني. مش احنا عشان في قناه مصر الزراعيه وتبع وزاره الزراعه نقعد نشكر، احنا عايزين الحقيقه، ولو في انتقادات لازم يكون يعني بشكل طبعا نوصل ارائكم ومقترحاتكم حتى نستطيع يعني نحل كل هذه المشاكل يعني. اولا خلفيتي بالنسبه للزراعه بسيطه شويه، لاني انا مش مزارع. تمام. ماشي؟ فطبيعي ما اقدرش احكم على حاجه انا مش على درايه بيها يعني. طيب نسال بقى مين عن اتحاد الفلاحين او مين النقابه؟ بالنسبه طبعا للزراعه والاشياء اللي هي موجوده عندنا، ممكن ان انا عندي في حته مقترح كويس بالنسبه للخريجين وكده. تمام. زي ما في مليون فدان موجود في الفرافره طبعا قريبه علينا في الواحات البحريه. تمام. ايضا في مشروع عندنا في الواحات البحريه بيتم حاليا، حفر ابار موجوده، ويا ريت ان احنا نوزعها ايضا للخريجين 5 فدادين لكل واحد. فاذا هيستفيد في طبعا ظهير صحراوي وتوافر المياه الجوفيه بالواحات البحريه، فده هيكون طبعا شأن كويس لكل الفلاحين والمزارعين او اللي ما عندوش حتى ارض زراعيه ويتمنى ان هو يزرع. فيا ريت ان احنا برضو الحته دي برضو في اراضي في الواحات البحريه واراضي خاضعه للاستثمار، فدي هتحل مشكله كبيره من مشكله البطاله اللي هي بتبقى موجوده طبعا في مصر كلها. طيب حاج كرم، بقى ان احنا بقى ان شاء الله يعني في موسم حصاد القمح، وشايفين باذن الله يعني كميات جميله جدا وانتاج وفير. انتوا بقى عندكم في محافظه الجيزه ايه اخبار حصاد القمح عندكم الموسم بشكل عام؟ والله هو الموسم عندنا كويس والحمد لله، وهي سنه خير باذنك يا رب على المسلمين كلهم. فاحنا بس نتمنى ايه من اخواننا الفلاحين ان هم دايما ما يقدموش المشاكل، برضو يشتغلوا مع وزاره الزراعه وما يتقاعسوش برضو في كل شيء. يعني انا عندي مشكله ممكن احلها، مش لازم كل ما في مشكله اطلع واجري واعمل مشاكل وي. فاحنا نحاول برضو نساعد الناس المسؤوله ديت، لان دول همهم كبير. ومنظومه الزراعه من 7000 سنه
هي القياده بتاع مصر من 7000 سنه، فاحنا مش عايزين نحمل على الدوله، خلينا يعني خفيف خفيف كده زي ما بيقولوا يعني. في مشاكل قابلتكم في موسم محصاد القمح؟ لا ما فيش الحمد لله، تمام التمام. طب اخباره ايه؟ شايف عائد كبير السنه دي عن السنه اللي فاتت ولا هو نفس بالنسبه العائد؟ لمحافظه الجيزه عندنا الكميات محدوده شويه، لان هي قريه محافظه رغم ان الجيزه في هي فيها اصناف عند حيازات. الجيزه واحد وجيزه نعم. رغم ان في اصناف مخصصه لمحافظة هي في الجيزة، اصناف الجيزة واحد مخصصه وجيزة بس هي بتبقى اكتريتها ايه في الظهير الصحراوي. طبعا هنا بتبقى كميات بسيطه يعني، هو طبعا بيبقى مزروع تحت البرسيم، في انواع تانية يعني من الخضار بتبقى مزروعه على الفاصوليا وكده يعني. تمام. لكن الظهير الصحراوي طبعا ايه هو اللي بيبقى فيه الكميات الكبيره. حاج عز الدين، ايه باقي المشاكل اللي بتواجهوها عندكم في القريه او في المركز بتاعكم؟ هو عامة قرى شمال الجيزة كلها عامة فيها مليانة هموم ومشاكل كتير. اكتر حاجه بتقابلكم في حياتكم اليوميه وحابين ان شاء الله يكون في حلول ليها؟ هو ان شاء الله احنا نأمل خير في الحكومة الحالية، ان هي تحاول بقدر الامكان تبص بعين العطف والرحمة على القرى المهمشة اللي هي معدومة الخدمات. كل قرية بتعتبر بتشيل هموم ومشاكل مصر كلها في قلبها. يعني لو حطيت مشاكل وهموم مشاكل مصر كلها هتلاقيها موجودة في القرى دي. من مدارس، تكدس في المدارس، بطالة زيادة، بطالة وصلت ل 75% في قرية أم دينار. ماشي، احنا طالبين مدرسة ابتدائي، مدرسة تجاري. عايزين نبص للقرية ان نحاول نخليها قرية منتجة. تمام. بالمعنى يعني ان انا بحاول بقدر الامكان اشوف القرية ديت فيها عدد بطالة كبير، احاول اعمل مصنع، اخلي مثلا رجل اعمال يتبنى قرية. تمام. ماشي، الصحافة او الاعلام او التلفزيون يتبنى قرية، يشوف مشاكل القرية، ينزل القرية يعمل التقارير، يشوف الحلول لها، يتابع مع المسؤولين. احنا بنلاحظ ان الاعلام بيجري دايما على المدن، دايما على المدن، بيحاول بقدر الامكان عشان يحل بتبقى مليئه بالاحداث بشكل كبير يعني. ما هو برضه فيه بشر برضه بالظبط، مليء طبعاً، بالاحداث طبعاً، في الارياف. طبعاً. احنا محتاجين ان احنا نعيش، نبقى بني ادمين. طب لو اختصينا قناه مصر الزراعيه عندكم ايه اخبارها يعني؟ والله الناس بتتفرج عليها، هي كويسه عامه وبتفيد الناس يعني. عامه القناه فراجل لسه قايل الحمد لله بعد موضوع الصرف الحمد لله اتحركوا دلوقتي الدنيا يا تمام. استاذنا هو هي كان في مشكلتين عندنا او ثلاثه بصراحه بفضل ربنا، اول قناه مصر الزراعيه اتحلت. تمام. ماشي، فهي القناه اي مشكله بتحصل عندنا فعلا بنتصل على القناه، بتنزل تعرض المشكله على المسؤولين وعلى السيد وزير الزراعه. الحمد لله. وكان عندنا خط الغاز قبل كده في قريه القطه، ونزلت القناه صورته، وبصراحه نزلت لجنه هنا من الزراعه، والسيد الدكتور صلاح هلال مشكورا نزل اللجنه كان في اياميها كان الاستاذ محمد صبحي راشد كان لسه وكيل الوزاره. تمام. فبصراحه الراجل وقف معانا صح، والقناه نزلت والحمد لله المشكله اتحلت يعني. حلو. طب انت بتناشد بقى وسائل الاعلام انها اللي مهتميه زي ما انت بتقول دلوقتي بالشأن اللي هو الموجود في المدن، تقول لهم ايه بقى عن الارياف والقرى المصريه اللي هي محتاجه فعلا تسليط ضوء على الكثير من المشاكل هناك؟ عامه بعض الاعلاميين او الاعلاميين عامه اساسا نشأتهم ريفيه. ده حقيقه. حلو كده. لما تلاقي الاعلامي نفسه لما بيبقى باصص لقريته وما يتلاقيش فيها اي خدمات وعامل ستوب وواقف، دي كارثه. للاسف. اتحرك معانا. انا شاب مثلا ما عنديش خبره او ما عنديش ان انا اقدر اوصل لمسؤولين. انا اوصل للمسؤولين عن طريق مين؟ عن طريق الاعلام، لان الاعلام هو الواجهه بتاعتي، هو النظر اللي انا بشوف بيه، هو اللي هيقدر يوصلني للمسؤول. انا رحت مثلا نائبه المحافظ، طلبت منها ان هي تنزل بلدنا، تنزل ام دينار، ماشي، لحد النهارده مفيش رأي. مفيش رأي. محافظة الجيزة. محافظة الجيزة. ماشي، طلبنا محافظ الجيزة، انزل ام دينار شوفها. مفيش مسؤول على مستوى الجمهورية نزل قرية ام دينار يشوف مشاكلها فقط، يشوفها مش يحلها او يقول لك احنا هنعمل كذا كذا كذا. احنا بنناشد يعني محافظه الجيزه، ويا ريت يكون هناك نظره ثاقبه، نظره جاده يعني من قبل المحافظه لقريه ام دينار. زي ما بيقول الحاج عز الدين بتحتاج لمزيد والكثير من الخدمات الهامه. يعني اعتقد اهم شيء يعني المفروض ان يكون في كل القرى المصريه هو البنيه التحتيه، يعني ابسط حاجه ممكن يعني تتمتع بها القرى المصريه. اتمنى يا رب ان شاء الله يكون في استجابه من محافظه الجيزه، واحنا هنحاول نوصل صوت حضرتك للمحافظه تحديدا، وان شاء الله باذن الله يكون في اقرب زياره لمحافظه الجيزه عندكم في قريه ام دينار. طيب استاذ حماده، خلينا نتكلم مع حضرتك عن موضوع اعتقد احيانا بيسبب شيء من البلبله عند اخواننا الفلاحين لما يلاقوا تعدد النقابات الخاصه بالفلاحين، تعدد الاتحادات، تعدد ما يمثل الفلاحين. اهميه ان يكون في لواء واحد يعني يحتضن اخواننا الفلاحين والمزارعين ويتحدث بصوتهم وينقل نبض الفلاح والمزارع المصري. هي المفروض ان هي نقابه واحده اللي هي نقابه الفلاحين، لان هي اللي هتكون مختصه بالفلاح وبما يعاني منه الفلاح وعلى مستوى الجمهوريه. تمام. لان هي الوحيده
اللي هي عارفه الفلاح بيعمل ايه وايه المشاكل بتاعته، لان النقابه دي عباره عن ناس موجوده من الفلاحين نفسهم. جميل. هم من الفلاحين نفسهم وتكونوا في النقابه وانضموا اعضاء لهذه النقابه. اذا هي النقابه الوحيده اللي تقدر تتكلم عن طرح مشاكل الفلاح المصري. طيب في بعض الشكاوى من قبل اخواننا الفلاحين، واحنا هنسالهم يعني اخواننا المزارعين يعني في الموضوع ده، بيقولوا في بعض الناس بيوصلوا لمراكز قياديه في النقابه امين عام او يعني بخلاف ذلك، مش عايز اقول انه بيتناسى، احيانا بيغفل شويه. ما بيشتغلش. انا مش هتكلم، هو بقى يتكلم. ما بيشتغلش. انا من النقابه رئيس لجنه الزراعه بالنقابه العامه للفلاحين، في ناس ما بتشتغلش واخده الكارنيه معاها كمنظره، كانا فلان انت فلان احنا ما ذنب الفلاح والمزارع في هذا الشيء؟ لا، ويرجع على التكوين نفسه او الاختيار للمسؤول داخل النقابه نفسه. انا المفروض اشوف مين اللي بيتحرك اولا ثم انا اضمه للنقابه. يعني هو مين اللي بيتحرك من غير حتى ما يكون ضمن النقابه. يعني دلوقتي في فلاحين، فلاح بيطالب بحقوقه، فانا اشوف الفلاح ده هو فعلا اللي هو ينضم ويكون صوت للقريه او الحي او المكان اللي هو موجود فيه. فاذا هو ده اللي انا اختاره يتكلم بصوت مثلا القريه او المكان الفلاني، هو ده اللي بيتكلم بصوته. طب انت شايف يعني الوضع ده انت بتحاول توصل صوتك ازاي للنقابه اللي انت بتنتمي ليها، او بتحاول ازاي تلفت نظرهم للمسؤول اللي ما بيشتغلش اللي انت لسه قايل؟ اول حاجه بس يكون في فرز، حاجه اسمها فرز كده. فرز للمسؤول ولا فرز لا، لحاجه تانية؟ فرز للاعضاء في النقابه. انا المفروض ان كفي نقيب عام للفلاحين الحاج اسامه، يعني ممكن المفروض كل شهر يعمل اجتماع لنقباء المراكز والقيادات اللي هي في النقابات الفرعيه. تمام. انت عملت ايه الشهر ده؟ انت خدمت كم فلاح؟ قدمت كم شكوى للفلاح؟ مفيش حد يرد. احنا واخدينها كمنظره كلنا. لعل وعسى اللي هو البسيط اللي هو اللي بيشتغل، لكن كله ولا هو هنا وعاوز يطلع في الاعلام، عاوز يشيل الكارنيه. الحاج راح الحاج جه. للاسف يعني احنا في وقت مش احتياجنا للمناصب اكتر من احتياجنا ان احنا نحتضن عايزين بعض الخدمة. وننقل نبض بعض. يعني التعاون والمشاركه اعتقد هتكون مثمره علينا جميعا مش على شخص واحد. كلمه اخيره لحضرتك، يعني ايه اللي تتمنى لقطاع الزراعه في الفتره اللي جايه، ونفسك ايه اللي تشوفه ان شاء الله من قناه مصر الزراعيه تحديدا في الفتره اللي جايه؟ نفسي اشوف مصر في خير والفلاح في خير زي زمان. في اول نشأتي انا عندي 38 سنه وانا عندي 10 سنين كنت اشوف الفلاح يقول لك محلاها عيشه الفلاح. صح. فين دلوقتي؟ ما فيش محلاها عيشه الفلاح. الفلاح بقى لا، الفلاح ان شاء الله افضل ان شاء الله. انا في احساس ان شاء الله في الايام دي باذن الله هيبقى في خير، ومصر هتنهض باذن الله وهتبقى اقوى دوله في العالم باذن الله. حاج عزتي، انا عايزهم يهتموا بالفلاح اكتر. يعني في اخر الكلام كانوا بيقولوا طبعا ايه ان دخل تبع التامين الصحي. تامين الصحه ماشي. دي برضه كارثه. يعني بقالنا كام سنه عايشين من غير تامين صحي، بس الحمد لله نقطه ايجابيه. الحمد لله. خلينا نبص دلوقتي ما نبصش للي فات. اليوميه بقى راخر، هل ما ينضمش راخر؟ في فئات من الشعب كتير تحتاج فعلا مظله التامين الصحي. صح. احنا نحاول نخليها شموليه شويه. صح. يعني معلش احنا النهارده بنقول ايه، هنمشيها على الفلاح. ماشي. طب وبقيه فئات الشعب؟ في فئات فعلا برضو اكثر احتياجا لهذه. ماشي. بالنسبه للقناه، يا ريت انا مش متابع جيد برضو معلش للاسف، بس انا للاعلام بشكل عام ولا للاعلام عامه. انا عايز بس الاعلام يحاول يوجه يعني ايه ماده تعليميه للفلاحين. طيب انا هدعوك بقى اجابه على السؤال بتاع حضرتك والامنيه اللي طلبتها، تابع قناه مصر الزراعيه. من عينك. اشكرك يا استاذ حماده. طبعا انا يعني الفلاح المصري هو اساس كل شيء، لان من خلاله هنقدر نوفر اكتفاء ذاتي لكل البلد. نعم. فنظره الفلاح يكون رقم واحد، ان احنا ننظر الى الفلاح اللي بيعمل في الارض اللي بينتج، هو ده رقم واحد، ان احنا ننظر اليه ونشوف مشاكله وايه السلبيات الموجوده وايه الايجابيات اللي ممكن ان احنا نقدمها له. فده اهم شيء للفلاح اللي هو المصري، وده ابسط حقوق علينا. اعتقد الفلاح المصري يعني لو قلنا فضله على الزراعه المصريه بشكل عام وفضله على الوطن واي مجتمع مش هنقدر ان احنا نوفي هذا الفضل. نتمنى يا رب مزيد من التوفيق لكل اخواننا الفلاحين المزارعين، مزيد من المجهودات المبذوله من قبل الدوله، والحمد لله بتسعى فيها جهات لتوفير كل الخدمات اللي تلائم اخواننا الفلاحين المزارعين. انا بشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق. شكرا ليك ضيفي العزيز الحاج كرم عبد ربه من قريه القطه بمحافظه الجيزه. شكرا ليك يا فندم وشرفتني. وشكرا لحضرتك الحاج عز الدين الحريري من قريه ام دينار بالجيزه. شكرا ليك يا فندم وتحياتي لحضرتك. وشكرا ليك الاستاذ حماده منصور امين عام نقابه الفلاحين بمركز الواحات البحريه بمحافظه الجيزه. شكرا ليك يا فندم. شكرا لحضراتكم وشرفتونا. اتمنى ان شاء الله اللقاء القادم مزيد من النجاحات خاصه في مجال الزراعه تقولها لنا ان شاء الله. شكرا لحضرتك. مشاهدينا بعد الفاصل انتظرونا فقره حواريه اخرى هامه ان شاء الله باذن الله نشوفها مع بعض بعد هذا الفاصل السريع.